عاوزة تعملي حاجة سهلة وسريعة وما تكونش كمان مكلفة؟ طب هاتي بقى عندك كوبايتين دقيق، هاتيهم وتعالي نعمل انا وانتي النهارده حاجة جميلة جدا ومفيش حد ما بيحبهاش. بصوا بقى يا جماعة، كل القمر اللي انا عاملاه ده بكوبايتين من الدقيق، حاجة مش مكلفة خالص. شايفة؟ وصغننة جدا على قد النفر ما ياكلها، مش عاملاها كبيرة. تعالوا نشوف مع بعض الطريقة. معانا هنا يا جماعة كوبايتين دقيق خلاص، وهننزل بمعلقة كبيرة من السكر وشوية ملح صغيرين، وهنقلب المواد الجافة دي وهنعجن بمية من الحنفية عادي جدا. حاجة كده سهلة وبسيطة. بصي، وكلنا بنحبها، مفيش اتنين هيختلفوا عليها. بعد ما عجنا هننزل بشوية زيت وهنبدأ نعجن العجينة عشان الزيت يخش كده جوه العجينة زي ما انتم ما شايفين. والعجينة معاكي عشان تنجح صح لازم تديها حقها في العجن. خلاص، احنا دلوقتي دخلنا كل الزيت في العجين، هنديها بقى من وش كده شوية زيت وهنسيبها ترتاح اقل حاجة ربع ساعة او تلت ساعة. مجرد ما خلصناها بقى كده هنبدأ نطلعها. بصوا يا جماعة، العجينة ملمسها ملبن معايا. هنبدأ نعجنها كده عجنة خفيفة على الرخامة، وهنبدأ نعملها رول زي ما انتم ما شايفين كده. هنعملها رول طويل كده، وهنجيب السكينة وهنبدأ نقطعها كده بالتساوي. الحجم اللي انت عايزاه، عايزة تكبريها كبريها، عايزة تصغريها صغريها، دي حاجة كده ترجعلك. وهنبدأ ناخد عجينة عجينة ونعملها كورة ونرصهم كده مع بعض في صينية زي ما انتم ما شايفين، بطريقة سهلة جدا. مش هعمل لك فيها النهارده اي تعقيدات خلاص. وشويه زيت كده على الوش زي ما انتم ما شايفين. طبعا كلنا عارفين اللي احنا بنعمل فطير. خلاص، هنسيبه برضو ربع ساعه يرتاح. اهم حاجه يا جماعه العجين يرتاح كويس عشان تفرد معاكي العجينه كده بمنتهى السهوله. خلاص، وكل ما تسيبيها ترتاح شويه هتلاقيها بتفرد معاكي اسهل. خلاص، هنجيب بقى السمنه بتاعتنا ونحط فيها كده ونطبق الفطيره بتاعتنا زي ما انتم ما شايفين، وهنبدا نلمها بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. خلاص، وهنبدأ بقى ناخد واحدة واحدة ونشتغل فيها زي ما انتم ما شايفين. وهناخد السمنة ونحط ونبدأ نتني الفطيرة كده من الجنبين. خلاص، زي ما انتم ما شايفين كده، طريقة سهلة جدا مفيش اي تعقيدات. وهنخلص كل الفطير بنفس الشكل زي ما انتم ما شايفين كده. ويا ريت بقى لو وصلت لهنا ما تنسيش تحط اللايك. خلاص، زي ما انتم ما شايفين كده، وهنخلص الكمية بنفس الطريقة. انا عايزه اقول لك الفطير ده انا عاملاه الساعه 2 بالليل، قاعده وابني بيقول لي يا ماما نفسي في الفطير. ما سكتش غير لما قمت جبت الفطير العجين وعجنت. خلاص، هناخد بقى بالفتالات فطارات كده لان انا مش عاملاها كبيره، وهنبدا نحطها في الصينيه بتاعه الخبيز. هنخبز الفطير يا جماعه على الفرن زي ما انتم ما شايفين، وانا مش مكبراها. انا عاملاها ميني كده صغيره على قد العيل ما ياكلها، مش عاملاها كبير زي ما انتم ما شايفين. وهنبدا نحطها على النار بمعلقه سمنه كده خفيفه، وهنهدي النار وهنبدأ بقى نسيبها اهو زي ما انتم ما شايفين. وهنبدأ نقلبها يمين في شمال كده لغاية ما تبدأ تاخد معانا اللونين على الوشين. خلاص، زي ما انتم ما شايفين كده خدت الشكل زي ما انتم ما شايفين، اللون الذهبي التحفة ده. سهلة جدا. بص الفطيرة صغننة ازاي، تحفة. هتتزعل الطفل هيخلصها بدل ما نعمل الكبير ويقعد يقطع منه ويرمي ونرمي نصه. لا، بص على قد الطفل ما يخلصها. خلاص، وخلصنا كده مع بعض.